ادينا اهو في وسط الميه، فين بقى الجنيه؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ الجنيه خافت منك لا تعضها. مفيش يا حبيبي حاجه اسمها جنيه، فاهم؟ وانت بطلت تخلص ليه؟ عشان الجنيه ما تخافش مني. فيلم الغواص واحد من اكتر الافلام اللي بحبها. عامر منيب بما انه مغني الله يرحمه، بس في الفيلم ده عمل حالة حلوة جدا. كممثل عمل كل اللي المفروض يعمله على اكمل وجه. الفيلم ده تقريبا انا بالنسبه لي مفيهوش حاجه غلط، من اغاني، من تمثيل، حتى اداء داليا البحيري، يوسف داوود الله يرحمه واداؤه، حسن حسني الله يرحمه واداؤه، الولد الصغير. كل حاجه في الفيلم ده كانت عبقريه. الفيلم ده بالنسبه لي بيحمل كم ذكريات مش طبيعيه، وللاسف تقريبا في وقتها هو ما كانش واخد حقه قوي من الشهره. خد حقه بعد وفاه عامر منيب، او خد حقه في الفترات اللي بعد كده، في الاجيال اللي بعدها. لكن فعلا الفيلم ده يستحق ان انت تتفرج عليه وانت بتستمتع كده بكل النوستالجيا والذكريات اللي انت هتتفرج عليها وانت بتتفرج على عامر منيب. وده بيأكد لنا نظريه انه مش لازم المغني لما يجي يمثل يبقى فاشل، لا بالعكس، ده واحد من ضمن مغنيين كتير قوي لما مثلوا نجحوا واثبتوا ان ينفع يمثلوا. مبسوط ومش مبسوط؟ مبسوط ان احنا وصلنا لمرحله التكنولوجيا ان احنا نقدر نعمل اعلان زي اعلان بيبسي بتاع محمد صلاح ولوفرين، وان احنا اصلا ما يكونش في محمد صلاح في الاعلان، احنا مصورين الاعلان كله من غير محمد صلاح، بس سبحان الله طلع محمد صلاح. فانا مبسوط ان احنا وصلنا لقدر التكنولوجيا والاي اي ان احنا نقدر نعمل ده. مش مبسوط انه دي حاجه تخوف، ان قدام انت ممكن كل حاجه تتعمل من غير الشخص ذات نفسه. ده انت شخصيا ممكن حد يعمل لك فيديو وانت مش موجود، وهيبقى باين ان هو موجود، زي الترند اللي كان طالع فجاه فتره، اللي هو جايبين علي ربيع وقصص ومش عارف مين راكبين وشوشهم على وشوش ناس بترقص وبتاع. اللي جاي يخوف، لانه الناس مش بتستخدم دايما الحاجه بالطريقه السليمه. بس اوفرول الاعلان فكرته حلوه جدا. فكره ان صلاح في اسكندريه، انت متخيل احنا وصلنا لمرحله احنا جايبين لعيب عالمي اللي هو الراجل الاجنبي ده اللي بجد راح اسكندريه، وصلاح اللي هو ابننا مش قادرين ننزله اسكندريه. لو نزلوه اسكندريه مش هيقدروا يحافظوا عليه طبعا، هستيريا زحمه وناس هتبقى بتتلم حواليه. فحقيقي الاعلان حلو جدا، فكرته حلوه قوي. فكره ان محمد صلاح اصلا مش طالع فيه وكل ده متركب، ده واحد شبيه ليه، والحتت اللي من وشه دي متركبه كلها اي اي وشغل كده جرافيكس، دي حاجه عبقريه بصراحه. الاعلان بشكل عام عجبني، فكره ان احنا استغلينا التكنولوجيا في ان احنا نطلع الاعلان. هو سفاح الجيزه مسلسل حلو ولا وحش؟ اول 6 حلقات من اقوى اول 6 حلقات في اي مسلسل ممكن تتفرج عليه. حاجه ايقاع سريع، تمثيل حلو، كل حاجه مظبوطه بالشعره. طب اخر حلقتين ايه رايي فيهم؟ عندي تعليق ان هو مش منطقي ان هو يقول لها الظابط يقول لها كلميه 3 مرات ويعني لو يا سبحان الله ازاي هيشك فينا؟ معقوله؟ يا ايه ده، هو ممكن يشك فعلا بعد 3 مرات بنكلمه. عجبني جدا فكره التحليل النفسي بتاع الدكتور اللي قاعد يقول لك ان هو عنده مشكله نفسيه، ان هو بيتهيأ له حاجات، وانه ممكن يكون اصلا مش واعي ان هو بيقتل. حلو فكره انك بتحلل المجرم نفسيا دي، ان الناس تسمع هو مجرم بيفكر ازاي ودماغه بتشوف ايه. دي حاجه حلوه مختلفه جديده مش بنشوفها كل يوم. بالنسبه للحلقه السابعه، بالنسبه للحلقه الثامنه اللي هي الاخيره، انا كنت مستني نهايه ملحميه كده، حاجه تيتو ابراهيم الابيض. مش لازم البطل يموت، بس اللي هو في نهايه، في ملحمه في حاجه قويه قوي قوي يعني. ما اعرفش ليه بقى عندي احساس ان فكره اخوه اللي هو ظهر في اخر ثانيه دي، اللي هو دخل فيه فويس اوفر احمد فهمي، حاسس ان دي حاجه او ده مشهد اتعمل مخصوص لما المسلسل نجح بعد اول كام حلقه، فقرروا يعملوا المشهد ده يزودوه كده يحطوه في الاخر عشان يعني لو هيعملوا جزء تاني. لكن حاسس ان المشهد ده ما كانش موجود. هو بشكل عام المسلسل ده ناجح ولا فاشل؟ المسلسل ده لعب على فكره حلوه قوي، الدعايه بتاعته الماركتنج بتاعته كانت قويه قوي. نزل فكره مسلسل، انا هتكلم عن سفاح في مصر والناس كلها عاشرته وشافته، واحنا المصريين بنحب قوي الحاجات اللي عن قصص حقيقيه اللي فيها قتل، فيها حاجات زي كده، اللي هو يا سبحان الله ايه ده، هو ده موجود في حياتنا يا لهوي، ونقعد بقى احنا المصريين بنحب التوبكس دي. ففكره اختيار الاول الفكره نفسها هي ناجحه. اختيار الاسم سفاح الجيزه بما انه ده الاسم اللي هو كان متعارف بيه، فهي فكره برضه ناجحه. اول 6 حلقات الايقاع مشدود مشدود مشدود، عدا داليا شوقي، عدا داليا شوقي. اول 6 حلقات الايقاع كان قوي جدا جدا جدا، والحياه ماشيه حلوه قوي، فالناس كلها بقت منبهره معقوله يبقى في حد في وسطينا كده. فالماركتنج والتسويق اللي اتعمل للمسلسل بصراحه شابوه، لان هو اللي عرف انه يجذب الجمهور بكل انواعه وبكل فئاته. تعالوا بقى اكلمكم عن 3 ممثلات. حنان يوسف اللي كانت عامله ام جابر، والبنت اللي كانت عامله ام جابر وهي صغيره، وراكين سعد. ال3 دول اجمد 3 في المسلسل كله. مبسوط ان انا بقينا نشوف مسلسلات ممكن يكون فيه 3 مش هم الابطال، هم اجمد من الابطال، اللي هو احمد فهمي وباسم سمره. اوفرول المسلسل لطيف كويس. اتفرجوا عليه عشان يقدر يكون عندك انطباع من وجهه نظرك، ما بتاخدش من اراء السوشيال ميديا والترندات اللي هو داخل حلقتين وحشين، اخر 6 حلقات حلوين. لا، ما تاخدش الانطباع كده، اتفرج وكون انت انطباعك الشخصي. اللي انا بقوله مش حاجه يعني نزلت من السماء، ده وجهه نظري كراجل متفرج او راجل بيفهم شويه في مجال التمثيل والميديا. بس
اتفرج وكون رايك.